بسم الله. من بعد ما تولى المكتب النقابي تنظيم عملية ختان جماعي ومجاني لأبناء العائلات المعوزة يوم 25 جوان 2016، وكان عدد الأطفال هذوما حوالي 200 طفل وكلهم من أبناء العائلات المعوزة. ومن بعد ما سفهنا أحلام السيد وزير الصحة سعيد العايدي والعقيد شكري التونسي في محاولتهم لإفشال هذا العرس وهذه السنة الحميدة اللي دامت عندها عشرات السنين، ولم يتجرأ أي وزير أو أي مدير عام في محاولة إفشال العملية هذه أو أبطالها. امتنع العقيد شكري التونسي على تمويل عملية الختان الجماعي أكيد بتعليمات من وزير الصحة، وامتنع على شراء الهدايا لهؤلاء الأطفال الفقراء، امتنع على تمويل توفير الحلويات. تحية شكر وتقدير لكل أبناء العائلة الصحية، كل أفراد العائلة الصحية، لأن كل من ساهم في شراء هؤلاء هدايا لهؤلاء الأطفال، وكل طفل قام بعملية الختان إلا وروح فرحان بالهدية نتاعو. وكذلك كان للعرس هدايا في مستوى عالي وراقي بصورة كبيرة ياسر، وتخلت حفلات معناتها موسيقية خلت معناتها عملية الختان تكون وتتم في بهجة وفرحة، عكس ما خطط له السيد وزير الصحة سعيد العايدي والعقيد شكري التونسي. حبوا في بيتهم يعملوا كارثة هنا في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، حبوا هذوما اللي يقارب على 200 طفل صحبة عائلاتهم وامهاتهم وباتهم هم فقراء يجيوا لهنا باش يطهروا ويرجعوا وما يطهروش. كل من جاء طهرناه وكل من جاء معناتها روح الا فرحان. تحية للأخوة الأطباء وعوان الصحة العامين في قسم الجراحة غرفة عمليات الجراحة العامة، كذلك في قسم جراحة أمراض الكلى. نخيل الأطباء وعوان الصحة قاموا بمجهود كبير وقاموا بعملية الختان بالتخدير الكلي، وكذلك تحية للأخوة عوان الصحة اللي قاموا بعملية الختان بالطريقة العادية. تعبوا سهروا لكن كلنا خرجنا فرحانين. وكذلك احنا جاوا المكتب النقابي مجموعة من أبناء العائلات المعوزة صاحبة عائلاتهم، واعطيناهم موعد اليوم، واليوم قمنا كذلك وصلنا عملية الختان لمقارب على 10 أطفال أخرين كلهم كذلك من أبناء العائلات المعوزة هنا في المكتب النقابي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل. إن شاء الله عمل الهدايا الشيء اللي صار السنة إن شاء الله ما بقاش يتعاود. واحنا المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة معناتها كي قاوم العسكرة وقاوم ضرب مدنية الدولة ومدنية المؤسسات العمومية، وقاوم محاولة عسكرة المؤسسات العمومية عبر المرور بعسكرة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. احنا ما كناش غالطين، واكبر دليل على ذلك ما اقدم عليه العقيد شكري التونسي ووزير الصحة العمومية في محاولة لإبطال الفرحة في عائلات فقراء، عائلات معدمين. هذا هو اللي قاعد مع ضرب الحقوق المكتسبة، مع تأخير المتعمد في صرف منحة عيد الفطر المبارك لعوان الصحة. هو يعرف انه عوان الصحة معناتها صحيح احنا معناتها ظروفنا المادية صعيبة ياسر، ولكن يلزم يعرف كون احنا أغنياء بصورة لا يمكن نصورها في باله، أغنياء بكرامتنا، أغنياء بمبادئنا، أغنياء بقيمنا، أغنياء بإرادتنا وبقوتنا وبصبرنا وبإيماننا بمبادئ منظمة العقيدة الاتحاد العام التونسي للشغل. احنا اضفينا الفرحه على ابناء العائلات المعوزه. هو تو حب معناتها ينكد على عوان الصحه عيد الفطر المبارك، لا ما هماش ماشي يتنكدوا، وانه غدا لناظره لا قريب ولن تمر العسكره. مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة مؤسسه صحيه عموميه مدنيه لا يمكن يسيرها الا اطار اداري مدني، واحنا على استعداد تام للتضحيه من اجل تثبيت هذا المبدا الوطني. منذ سنوات تتولى النقابة الأساسية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة تنظيم عملية ختان بالتنسيق مع الإدارة العامة ومع الأخوة الأطباء. والعملية الختان هذه هي عملية مجانية بالنسبة لأبناء العائلات المعوزة ولأعوان الصحة. ختان 170 طفل وككل سنة، ورغم أنه تنصل من تقديم الدعم واللي هو واجب الإدارة. النقابة
والعائله الواسعه نتاع وين الصحه، احنا وفرنا الامكانيات الكل. وقتها وتشوف كل طفل ماشي نتولى معناتها ختانه ماشي يتحصل على اللعبه نتاعو، وكريت الحلويات لكل رواد المستشفى اليوم، وكريت الفرقه الموسيقيه وهو جاي بالقرقنه، واحنا ماشي في فرح وفي عرس كامل. احنا سعداء كل سنه.